السلام عليكم. تعال أقول لك ليه بيوضعوا الأوشبتي في المقابر في مصر القديمة، ومقابر مين بالذات اللي كان بيتوضع فيها الأوشبتي. الأول خلينا أقول لك يعني إيه أوشبتي. الأوشبتي ده كان نوع من أنواع التماثيل الصغيرة اللي كانت تصنع بملامح المتوفى اللي هتتحط في مقبرته، وكانت مصنوعة من الحجر، وكانت بتصنع من بعض مواد البرونز، وكانت بتصنع من الخشب، وكانت بتصنع أحيانا من الطين المحروق. ومعنى كلمة أوشبتي يعني يجيب، المصري القديم، يعني بمعنى شبت يعني مجيب. وكانت يدون عليها بعض النصوص الدينية الخاصة الخاصة بمعتقدات المصري القديم، ولا كانت في فترة معينة من فترات التاريخ في مصر القديمة. وكان الأوشبتي بيقوم بدور المزارع، لأن كان في معتقداتهم إن الحياة الأخرى بتكون فيها أرض، والأرض دي بتحتاج حرث وري وزرع وعمل مثل الحياة الدنيا بالضبط. لذلك كان دور الأوشبتي بيقوم بخدمة المتوفى والعمل على زراعة أرضه والقيام بكل المهام اللي كان بيقوم بيها العامل في الحياة الدنيا. كان الأوشبتي ما بيتحطش مع أي حد طبعا، لأن مش أي حد بيمتلك مزارع وأراضي والوضع ده طبعا. فكان بيتحط تماثيل الأوشبتي مع الناس الهامة فقط، الملوك، الأمراء، أصحاب المناصب العليا في الدولة، يعني زي ما نقول دلوقتي الناس الأثرياء. وطبعا وقتها برضو كان في ناس أثرياء وناس فقراء، فكانت بتتحط معهم علشان تقوم على خدمتهم. بدأ يحطوا الأوشبتي ده، بدأ الأول بيحطوا تمثال واحد فقط مع كل حالة وفاة، إلى أن وصل بعد كده إلى 403 مع تطور الوقت ومر العصور. 403 أوشبتي، ثم وصل إلى وضع عدد 700 أوشبتي في كل مقبرة. وكانوا طبعا بيحطوهم لما العدد زاد، كانت بتتحط في صناديق خاصة وبتوضع في المقبرة مع صاحبها، صاحب المقبرة المتوفى. وكانت طبعا بنفس ملامح المتوفى، الأوشبتي على مر العصور بنفس ملامح المتوفى، طبعا للتعرف على صاحبها لكي تقوم بخدمته. ده كانت نبذة باختصار عن الأوشبتي. لو حضرتك من عشاق الحضارة المصرية القديمة ولسه معايا لغاية دلوقتي، لأن الفيديو ده طول شوية، يسعدني تكتب لي رأيك في كومنت من الكومنتات اللي هتكون موجودة. دمتم ودامت مصر بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.